مش بس كده، إحنا بنشير معلومات لا متأكدين منها ولا عارفين صحتها. ليه أدفع 1000 جنيه في فوتوشوب مثلًا؟ أنت عندك علم ومش عايز تدّي، بس أي حاجة أنتم شايفين بالفهلوة إحنا بنعملها وبناخدها وما حدش هياخد باله وعادي، هي مش عادي. حد تاني هيشوف الغني وهيشوف اللي معاه فلوس وهيشوف القصر ويقول اشمعنى الناس دي؟ أنا أهم حد في حياتي وجاي أعيش في الدنيا تجربتي أنا. ما أقدرش أغير حاجة في الحياة غيري أنا، بس في نفس الوقت أنا ولا حاجة، أنا جزء من كل أنا فينا هي مجرد جسم بيعيش وعيوط، بس كله من نفس المصدر. أنا ناوية أستمتع بحياتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أنا يارا بالمناسبة. دول شوية حاجات بنعملها معظمنا وممكن نكون مش واخدين بالنا، ممكن تكون مأثرة على الرزق بتاعنا. بعد رحلة طويلة من اكتشاف الذات واكتشاف الإله واكتشاف الكون، توصلت لأن أكتر حاجة إحنا مفروض نكون بنعملها هي إن إحنا ما نأذيش أي حد. أي ذنب بنعمله التوبته بتبقى مني دايركتلي لربنا، الموضوع بيبقى أبسط من إن أنا أبقى أذيت حد تاني أو حاجة تانية أنا مش واخدة بالي، والحد ده اتأذى ومش شرط يكون مسامحني أو مش شرط يكون بقى متصالح مع اللي حصل. حتى الحاجات بسيطة، كل حاجة من دي بتأثر على حياتي أنا كفرد. إحنا كلنا من نفس المصدر، كلنا من روح واحدة، وكلنا جايين باكسبيرينس مختلف. كل ما أنا هعلى بنفسي وآجي على أي حاجة تانية كل ما هيرجع لي، والله سريع الحساب. وبتشوفوها الواحد مثلا بيحصل له مصيبة ويقول والله ده أنا بصلي مثلا أو أنا بصوم. مش هي دي الفكرة. الفكرة أنت محتاج تراجع كل حاجة فعلا أنت بتعملها. وهديكوا بقى مثال إحنا بناخدش بالنا منها خالص. أول حاجة في عالم السوشيال ميديا، أنتوا عارفين إن كل شير بتعملوه ليه أثر على حد؟ كل زرار بتدوسوا عليه، يا شير يا لايك يا كومنت، بتأذوا بيه حد. مش بتكلم على إنه مثلا حد عمل لي كومنت قليل أدب، لا أنا قصدي فضيحة كذا. شاهد أي إشاعة بقى أنتوا لا عارفين مصدرها، وحتى لو هي حقيقية وأنتوا ساهمتوا في فضيحة حد تاني. مش شرط تكونوا انتوا جرايد صفرة وانه اكون بتعملوا حاجة اكستريم. وانا بصور الحلقة النهاردة في اشاعة طالعة رهيبة على ممثل وممثلة وخيانة وهكذا. احنا ما نعرفش اي حاجة، احنا شايفين كومنتات، اراء، مصدر موثوق من اصدقاء الفنانين وهكذا. اولا ما يخصناش خالص ولا لينا اي دعوة. احنا بنحب اللت والعجن، وده بجد بيأثر علينا، غير ان هو بيأثر علينا كطاقة. واحنا بنقعد نحس ان احنا اعلى، وايه ده ازاي تعمل كده وي وي وي، فنحس نفسنا احسن. احنا بنضيع وقت كان ممكن نكون بنعمل فيه حاجات تانية اهم كتير قوي على مشاكل ناس تانية لا تخصنا بشيء. مش بس كده، احنا بنشير معلومات لا متأكدين منها ولا عارفين صحتها ولا اي حاجة، غير ان هي بتأذي الشخصين دول، واحنا ملناش اي دعوة ولا نستفيد اي حاجة. تخيلوا كام مرة عملنا حاجة زي كده وأنا معاكم. يعني الحاجة التانية، السرقة في مخنا هي إن أنا في مثلا حاجة فيزيكال في تليفون أنا سرقته، ياه حرام حرام ازاي. ولكن حد عمل ابلكيشن بفلوس وأنا صايع عملت كراك ونزلتها ببلاش، دي بالنسبة لنا بتكون حلال. مخنا مش مستوعب حاجة اسمها ديجيتال ثيفت، واللي هي نفس فكرة السرقة. طب ما هو ده مجهود حد وهو متمنه بالتمن ده، انت شايفه كتير، ليه ادفع 1000 جنيه في فوتوشوب مثلا؟ انت شايفه كتير، انت ما تستحقوش ما تجيبوش. لكن لو اللي عمله هو مقدره بتمنه ب1000 جنيه وانت محتاجه لشغلك وهتنتج بيه شغل، تدفع الفلوس، يلا تبقى سرقة. شوفوا بقى كام افلام واغاني وبرامج عندنا ملهاش لايسنس واحنا بنستحقها. لو انتوا طلاب في الجامعة وليه برامج لازم تستعملوها، تبقى الجامعة شارية اللايسنس وبتجيبوها من الجامعة. لو انتوا في شركة، انا كنت بشتغل في ديزاين ايجنسي، الايجنسي بتبقى شارية حقوق ملكية البرنامج، وبيبقوا شاريين باكج اللي هي للموظفين، فممكن نديها لكل الناس. لكن مش حد يشتري مثلا برنامج ويبيعه للناس بمبلغ اقل، دي اسمها سرقة. ودي بتقلل الرزق عشان هي مش حاجة حلال. فبالتالي لما يكون كل الناس بتعمل كده،
فطبيعي يكون ده حالنا، وطبيعي نكون إحنا عايشين في حالة فقر جماعية، فقر ثقافي وفقر مادي بسبب تصرفاتنا اللي إحنا مش بس يعني مش واعيين ليها، مش شرط تكون عن قصد. أنا متأكدة إن في ناس كده بتعمل ده من غير ما تحس إن هي فيها مشكلة. عشان كده ده كانت فكرة الحلقة النهارده، إن أنا أحاول بس أحط إيدي كده على حاجات بسيطة بنعملها وممكن حاجة تالتة بيسموها بالإنجلش gate keeping. مش عارفة بالعربي بالضبط الترجمة الحرفية ممكن تبقى إيه، بس هي إن أنتم ما مش بتزكّوا عن المعلومات اللي عندكم. يعني أنا والله عندي معلومة حلوة أوي، اكتشفت حاجة رهيبة، بدل مثلًا ما أنشرها وأقول لصحابي وأقول للناس اللي حواليّا ده والله أنتم عارفين أنتم لو عملتوا كذا هتعملوا كذا، وفي مثلًا مكان حلو أوي بيبيع حاجات حلوة، ده في مثلًا application بتسهّل حياتي، وأشارك الناس اللي حواليّا بمعلومة تنفعهم. أنا لأ، أنا مش هاقول لحد عشان ما حدش يبقى أشطر منّي، أنا مش هاقول لحد عشان ما حدش يعلّي عليّا. اسمه gate keeping، إن أنتم مش عايزين توسّعوا معارف اللي حواليكم بأي حاجة ربنا بيكرمكم بيها وبينعم عليكم. هو المعلومات رزق، يعني أنتم ربنا لمّا رزقكم بعلم قررتوا ما تنشروهوش. كأن حد عنده فلوس ومش عايز يدّي، هي نفس الفكرة بالضبط، أنت عندك علم ومش عايز تدّي. قيسوا عليها مثلًا المدير اللي مش عايز يعلّم الناس اللي تحتيه، عنده مطعم وحد تاني عايز يفتح مطعم مش عايز يدّي له مثلًا contact لمثلًا supplier بيجيب أطباق. الحاجات دي والله بسيطة وبتبان. مثلًا حد يكلمك يقول لك باقول لك إيه، أنا بافتح مشروع مثلًا نفس الindustry مثلًا، وعايز رقم مصنع. يقولوا آه والله لأ، أصل أنت مش فاهم بقى، أنا مصنعي مُتعب ومُقرف وغالي ونصّاب وحرامي، وهو يبقى بيحبه جدًا بس مش عايز يشارك، مش عايز يshare الcontact. هترجع لك، والله هترجع لك. ودايمًا لمّا باقول هترجع لك مش بقصدي إن حاجة شر هتحصل، بس إنه هتلاقي عرقلة. كل ما سهّلنا على اللي حوالينا كل ما ربنا هيسهّلها لنا. الرابعة دي بقى للأسف أقدر أتخيّلها في معظم المصالح الحكومية، البنوك، الناس اللي أنا عارفة إن هي طهقانة، والله ومش بالومها، هي ظروف صعبة، ولكن بالومها برضه لإن أنا زي ما قُلت لكم الحلقة كلّها أو الpodcast كلّه بتتكلّم على تغيير النَفْس، فأنا حتى لو ظروفي كلّها منيّلة أنا ممكن أطلع منها. بس اللي بتوقّف مصالح الناس التانية عن قصد أو عن غير قصد، بتشوفوها إن بيبقى هو غلاوي وحاسس إن هو عايز يعطّل لك الدنيا، وباقول لك إيه، لأ، كده في ورقة ناقصة. حمايا دايمًا عنده كده نظرية لمّا يروح مثلًا يعمل أي حاجة حكومية وعارف إن مطلوب منّه الورق ده كلّه، مطلوب ما أعرفش صورة بطاقة وصورة إيه وصورة إيه ومطلوب حبّة حاجات، دايمًا يخلّي ورقة في جيبه، عشان هو عارف إن كده الراجل اللي هيروح له هيقول له لأ، ناقصك حاجة، فهيألّف له بقى ناقصك صورة مامتك. فيقوم مخلّي معاه حاجة عشان لمّا الراجل يقول له مثلًا ناقص دي، يطلع برّه كده شوية ويجيبها وييجي وينجز. باحس إنها حركة ذكية أوي، من كتر ما إحنا عارفين إن دايمًا الناس اللي شغّالة في الحاجات دي بتعطّل المصالح، فهتلاقي إن الشخص ده already حياته برضه حاجات متعطّلة فيها من ناحية تانية، ورزق واقف ومشاكل وديون وهَم ما يتلَم. مش عارفة ليه بنقول كده، هَم ما يتلَم. دي حاجة. شوفوا مثلًا لو حد تاني لأ، ساعات بتخشوا مثلًا مكتب المكاتب دي تلاقوا إن الشخص جميل ونِفْسها تساعدِك وعايزة بجد تبقى خدومة. طب بُصّي معاكيش ورقة، طب ممكن نلاقي حل تاني، معاكيش ما أعرفش إيه، تقعد تحِل معاكِ ولا كإنها مامتِك مثلًا. أنتِ تبقي مبسوطة من جواكِ بتبقي ممتنة ليها، بتدعي لها، طبيعي هيرجع لها في حاجة تانية في حياتها. فده سبب من الأسباب اللي برضه ممكن تكون موقّفة رزقك. قيسوا على ده مثلًا على حاجات شخصية مش شرط حاجات في الشغل، بس إنه حد يبقى ليه عندكم مصلحة وأنتم فاكسين له ومعطّلينه، مش فارق معاكم، لأ بعدين، وإن في إيديكم من غير أي مجهود رهيب إن أنتم تساعدوه فيها أو تحلّوها له. طيب دي بقى كُلّنا بنعملها وبرضه هي أخْد حق مش حقِّك. لو مثلًا في حتّة مخصوصة للركنة للhandicapped اللي هو ذو احتياجات خاصة أو الحامل أو الأسرة أو كذا، وأنت استحقيت لنفسك إنك تركن فيها أيًا كان سببك، مستعجل، مش لاقي ركنة، طب أعمل إيه؟ طب أنت خدت حق مش حقك، أنت ما تعرفش مين جاي محتاجها، ومش دورك إنك تقول ما هي فاضية طول الوقت.
مش بتاعتك، القوانين محطوطة لسبب، احترامها أيًا كان القانون أنت شايفه صح أو غلط، بس هو اتحط لسبب إن هو ينظّم المجتمع، أنت جزء من المجتمع، احترامك للقوانين دي هينعكس عليك أنت كفرد وعلى المجتمع ككل، فاحترامك ليها مش حاجة مش المفروض يكون option، المفروض يكون ده الطبيعي. وأي مجتمع متحضّر هتشوفوه بجد مستحيل مثلًا حد يركن في حتّة زي دي، وبيكون في غرامة كبيرة، ولو حد فعلًا اتقفش بيدفعها، فبقى الطبيعي إن ما حدّش بيعمل حاجة زي دي، ولو شافوا حد يعني يستاءوا منّه جدًا، أنت إزاي مدّي نَفْسك الحق إنّك مثلًا تركن ركنة. ركنة مثال بسيط جدًا لفكرة أكبر وأعمق، بس أي حاجة أنتم شايفين بالفهلوة إحنا بنعملها وبناخدها وما حدش هياخد باله وعادي، هي مش عادي. وممكن واحد يبقى قدّام الناس شخص تقي جدًا وبيعمل اللي ما بيتعملش كمظاهر دينية وحياته كلّها حاجات من دي، هتشوفوا حياته متعرقلة، وهتشوفوا حياته آمم مش سهلة وبسيطة والدنيا بتمشي فيها كده، لأ دايمًا فيها مشاكل وحاجات بسبب المشاكل اللي هو بيعملها برضه. النقطة الجاية برضه إحنا بنسمعها إن هي حاجة بعيد أوي عننا، ولكن هي إحنا بنعملها في الday to day بطريقة مختلفة، الشهادة الزور. أنا دايمًا كنت باتخيل إن شاهد الزور ده اللي هو بياخد فلوس، يقف قدام المحكمة يدخل يقول والله يا باشا أنا كان معايا الشخص ده لمّا حصل الحادثة مثلًا والّا السرقة، أنا كنت معاه على القهوة. ده فكري عن شهادة الزور اللي هو السطحي. ولكن لمّا بتقفي مع صاحبتِك ضد حد وتقولي كلام ما حصلش عشان صاحبتِك أنتِ فاكراها جدعنة، أنتِ فاكرة إن أنتِ واقفة جنب صاحبتِك، لكن الحق لازم يتقال ولو مامتِك أصلًا، يعني لو أنتِ حد جه سألِك هي مامتِك عملت كذا، لو قُلتِ لأ عشان تحميها بحجة إن هي أمِك، دي شهادة زور. قيسي بقى على خناقة بنتين والله لأ هي ما قالتش، لأ أنتِ عارفين بقى أنتم الدراما والكلام، بس إنِّك شهدتِ زور وأذيتِ حد أنتِ ما تعرفيش عنه أي حاجة أو ما تعرفيش هو عمل كده بجد والّا لأ، أو أنتِ قُلتِ اتبليتِ وهكذا، وهكذا. النقطة دي تبدو بديهية جدًا، 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 ولكن إحنا برضه بننساها وهي ما بتعمليش صداقة كفاية. الصداقة ما لهاش قوانين ولا ليها آآ رقم tips الصداقة في وجهة نظري أنا الشخصية إن أنتِ كل ما ربنا يدّيكِ طلّعي، كل ما يدّيكِ وطلّعي بكثرة، يعني ما تستكتريش على حد لو أنتِ فعلًا ده مبلغ مش هيفرق معاكِ آآ يعني مثلًا عمرِك جرّبتِ تدّي مثلًا لحد بتاع delivery 200 جنيه مثلًا م دايمًا باحس إن في أرقام كده إحنا بنلعب فيها على طول، ده الطبيعي، ندّي 10 مش عارفة إيه، كإن كإن إحنا برضه بنبخل على ربنا، هي في الآخر فلوس ربنا مش فلوسنا، يعني الفلوس دي concept إحنا اخترعناه نعيش بيه، هي مش بتاعتنا وهنموت مش هناخد معانا حاجة، لكن تأثير بقى اللي ممكن تعمليه لمّا تطلّعي أكتر بطريقة فعلًا كل ما ربنا يدّيكِ ادّي، كل ما ربنا يدّيكِ ادّي، في كل يوم، في كل ثانية، فلوس، مساعدة، معلومة، كأن الحاجة مش ملكِك، كل ما هتلاقيها بتتضاعف، بتتضاعف، بتتضاعف. كل ما حسيتِ إنِّك بالego بتاعتِك وأنتِ بتدّي كده إن أنا ادّيت وأنا ساعدته، كل ما هتحسّي لأ، في حاجة غلط. طب وترجعي تقولي طب ما أنا بادّي وباتصدّق وباعمل، بس في برضه نيّة مش صافية ومش صدق ومش هدفِك فعلًا إن أنتِ بتطلّعي لله، أنتِ هدفِك حاجة غريزة جواكِ، كل ما ده برضه ممكن يكون سبب من أسباب إن الرزق يبقى واقف أو متعطّل أو في عرقلة أو في ديون أو. فكل النُقط دي الصراحة هي بجد personal جدًا، ولازم كل شخص هو اللي يبقى واقف مع نَفْسه وصريح مع نَفْسه وصادق في اللي هو بيعمله، ولو عايز يحسّن ويطوّر يعني. فكل النُقط دي الصراحة هي بجد personal جدًا، ولازم كل شخص هو اللي يبقى واقف مع نَفْسه وصريح مع نَفْسه وصادق في اللي هو بيعمله، ولو عايز يحسّن ويطوّر، يعني برضه ممكن تحسّوا إن أنتم تمام، أنتم عاجبكم حياتكم كده ومش حاسين إن أنتم محتاجين التغيير، دي حرية شخصية عادي جدًا. آخر نقطة بقى هاتكلّم فيها النهارده هُم الصراحة النُقط والحاجات كتيرة والواحد كل ما بيشوف مواقف كل ما بييجي له أفكار، بس عشان ننهي الحلقة النهارده، المشاعر السلبية، الحقد، يعني لمّا أشوف حد غني
بدل ما اقول ياه اللهم بارك، ده ما شاء الله، ده ايه حاجات جميلة وعنده حاجات حلوة وربنا كريم، طب ما الحياة فيها يا رب ارزقني واكرمني وانا بشتغل وبعمل وبسعى وفعلا مبسوط للشخص ده. دي طاقة إيجابية انتوا بتوزعوها وهتجنوها. حد تاني هيشوف الغني وهيشوف اللي معاه فلوس وهيشوف القصر ويقول اشمعنى الناس دول اكيد حرامية، يعني هو ربنا يعني ليه كاتب لي الفقر، هم احسن مني في ايه، حظوظ، ده كان معفن اصلا، ده انا كنت عارفه، ده كان من منطقتنا. الكلام السلبي المعفن ده هيخليك زي ما انت، ومهما هتنجح هتبقى تعيس وهتبقى فقير، فقير في مخك وفقير في حياتك وفقير في اللي بتصرفه. وحتى مش، وحتى لو رزقت بمادة، يعني ان الرزق زي ما قلنا حاجات كتير، بس لو رزقت بالفلوس مش هتستمتع بيها، ودايما هيبقى عندك احساس بالنقص وبالكراهية عشان الحاجات دي ترجع لأنا. أنا ليه بحس كده، وأنا هشتغل على نفسي ازاي عشان لما أكون بحقق رزق وبحقق مايلستونز وبكبر، أنا دايما صادق مع نفسي ومع اللي جوايا ومع شخصيتي ومع أنا عايزة أوصل لإيه. السؤال بتاع النهاردة: ايه الحاجة من اللي انا قلتها اللي انتوا كنتوا بتعملوها بأريحية جدا وفعلا اقتنعتوا شوية ان ممكن تكون هي حاجة غلط؟ بكل صراحة no judgment، انا ياما عملت بالذات الابليكيشنز دي، يعني ياما رحت كمبيوتر مول وقعدت انزل بقى في كل برامج الديزاين وهكذا وهكذا، فتعلمت دلوقتي بقيت بدفع زي الكلبة كل شهر. بس يعني ادوبي الصراحة برنامج هايل، بس بقى فيه برامج كتير على فكرة. بس ايا كان off topic ADHD، ابعتوا لي في الكومنتس، تعالوا نتناقش واشوفكم الحلقة الجاية.